الصوت واضح؟ عليكم السلام. طبعا أنت لك فيديوهات بالسب والتجاوز على أمهات المؤمنين والصحابة، وأعرف أخلاقك، أصلا أخلاقك يعني ما يحتاج أشرحها أمام الناس، ولكن أنا أريدك الآن تثبت لي وكتاب الوصية بين الحسن ومعاوية. لا خليك على الموضوع. ليش طفرت الحين؟ لا مو كيف انت طارح انت موضوعين. انت شنو مشكلتك؟ اطرح 10 مواضيع انا. ماكو مشكله. ابيك الان تقول لي دقيقه ما عليك. انت خليتك تتكلم الحين، ما عليك، لا تغير الموضوع. انت خايف من الموضوع اللي طرحته؟ خايف من الموضوع اللي طرحته عثمان؟ اهدى. خايف من الموضوع اللي طرحته؟ اهدى. انت اللي غيرته مو انا. عادي اي موضوع طارح انا. لا تضحك. ما عليه. شوف انطر. الحين انا اللي صعد عندك. انت بيدك الحين تنزلني وتصعدني، صح؟ انا صعد عندك. تعليق بسيط. اخلص وانا اتكلم. هذا ميوت حطيت. لا تحط ميوت. تكلم باي موضوع. يلا ماكو مشكله. تبي بتزويج لا الحين المواضيع كلها اللي طرحتها بتكلم فيها. ايش رايك؟ لحظه دقيقتين انهي كل شيء. يلا ما يخاف. تبي بتزويج ام كلثوم، تبي بنات النبي عليه الصلاه والسلام، تبي بكتاب الصف. ماكو مشكله. يلا. ماكو مشكله. اي موضوع الحين؟ ابي موضوع الحين. انا كل مواضيع بس دقيقتين راح انهي كل موضوع. لا نبي موضوع واحد. شنو الموضوع؟ ماكو مشكله. الحين راح نروح حق تزويج عمر لأم كلثوم بنت علي، صح؟ قلتها؟ يلا بسم الله. يلا هذا كتاب قاموس الرجال. انا شوف، انا ايدي هني ما راح ابطل ولا شيء قدامي. انت راح تقرا من لسانك. لا تشتغل لي. لا اسمع. انت راح لا تشتغل لي. انا ايدي هني، انا اغمض عيوني. اسمع. تدري فيني لانه لا لاني ادري انك انت تهرطق. مالي شغل. لا تحط ميوت. المره الجايه راح انزلك. لا تحط ميوت. يلا ما عليه. لا تحط ميوت. يلا كتبك الان تقول ان ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب زوجها لعمر. يلا شد كتبك. تفضل. المسائل السروريه للشيخ المفيد رقم الصفحه 86. لو سمحت خليني اعلق. يا ابن حلال شباب الشيخ المفيد. انت الحين رد لي على علماء. انطر شوي. وشيخ المفيد منو؟ الشيخ المفيد منو؟ رد لي على علمائك اول شيء. هذول الشيخ المفيد منو؟ حلو. الشيخ المفيد منو؟ الان هذول كذبوا عليكم. لو سمحت خليني اعلق الحين. لا بس اول شيء جاوبني عن علمائك. خليني اعلق. قالوا لا اسمعني. انت مو سالت. اسمعني. انت الحين رد لي اول شيء على علمائك، بعدين اثبت لي. رد لي على الان محمد تقي الدين التستري. رد لي على محمد باقر المجلسي في مرآة العقول. ورد لي كذلك على صحيح الكافي للبهبودي. كلهم جابوا روايات صحيحه. رد عليهم. قل لي علماءنا كذبوا علينا، اخطاوا، افتروا، وبعدين جاب لي كلام. ماكو مشكله. العالم مو معصوم، هذا واحد. يعني شنو هذا الامر؟ لحظه ثواني الحين. خليني اعلق. انت ما يصير تتكلم الحين وانا ما اتكلم، صح ولا مو صح؟ لا بس جاوبني عنهم هذول اخطاء ولا شنو الموضوع؟ حاضر. خليني اتكلم برد لك عليهم من لسان المعصوم. ايش رايك؟ يلا كبر شاشتي. خليني اطلع دليل على الشاشه. لا ما في تكبير. انا اسمح لك. ليش؟ انا ما كبر. ليش؟ ما كبر احد. ليش تضحك؟ يلا ما عليه. انزين انت طلع الدليل قدام الناس. انت تضحك شنو؟ يلا ماكو مشكله. انت ليش تضحك؟ وعلماء عندك اثبتوا ان برد لك من كلام المعصوم. انت بكلام المعصوم تكلم. يلا. بحار الانوار الجزء 42 صفحه 88. ممكن تطلعها على شاشه قدام الناس وتقرا لي اياها؟ اقراها قدام الناس. لا يا تخليني اطلعها يا اطلع على الشاشه انت تقراها. واحده من الثنتين. قولها ايش فيها. يلا اقراها. لا طلعها قدام الناس. ما اطلعها. انا اطلع لك الحين اكثر من ابو عثمان. خلي الحوار علمي. مصادر. برد لك من كلام المعصوم. مصادر من كتاب علمك، من كتاب علمائك. 6 مصادر. بطلع كلام المعصوم. كلام المعصوم. كلثوم بنت علي زوجها لعمر. راح اردها لك من كلام المعصوم. يلا تفضل رد. يلا بس طلع الشاشه قدامك. يا تكبرني اطلعها يا تقراها. اقرا. يا تطلعها بالشاشه يا انا اطلعها. اقرا. انت تبي تهرب؟ او هو واحد يصعد لك وهو هربان وانا قلت لك ما في مصادر قدامي. يعني لو سمحت انت الحين علماء. طلع. انت عندك تليفون ثاني. هذول علماء. شوف ماكو مشكله. يقول لك شنو روايه شنو صحيحه. روايه صحيحه مقلوب الكلام. يقول لي الكلام كله مقلوب. اقرا. ايوه اقلب الكام وبطل بحار الانوار. بطلها يلا. اقلب الكاميرا وبطلع بحار الانوار. يلا طلع كلام المعصوم. شوف شنو قال. يلا. ايوه بما انك قلبتها ادخل على تليفونك بحار الانوار عشان لا تقول لا حول. هذا قاموس الرجال. يلا للعلامه منو؟ محمد تقي التستري. اسمع. حلو. يلا اقرا شو يقول. فاخبارنا به متواتره في عدتها وايش؟ في نكاحها وعدتها. حلو. هذا مرآة العقول. حلو. الحديث الثاني شنو؟
صحيح صحيح. مشرفين سكروا التعليقات، مشرفين سكروا التعليقات عشان يبين. حلو. الثاني حديث صحيح صح؟ اقرا. هذا حديث منه؟ هذا حديث معصوم ترى. انزين طلع لي في مرأة. شوف انا بدينك من اللي جبته مرآة العقول. رد حق مرآة العقول. لا هذا حديث العقول. هذا حديث ابا عبد الله. اسمع حلو. انت تقول انا وياك معصوم. ابا عبد الله عبد الله. شوف شو يقول حلو. يلا شوف شو يقول. لما مات، يلا شوف ان عليا لما مات منه عمر اتى ام كلثوم واخذ بيدها فانطلق بها الى بيته. حلو. حديث شنو قلنا؟ الحديث الثاني ايه الحاشيه اللي تحت المقصوصه. طلع لي اياها من الكتاب نفسه. الحاشيه راح ترد عليه. واحد ما عليه. طلع لي من الحاشيه. طلع لي من الحاشيه المقصوصه. لان الحاشيه سابين عمر. الحاشيه يقول ايه رقم اثنين. ايش يقول؟ رقم اثنين شنو؟ طلع مرآة العقول مجلس شوف شنو نعلم. طلع الحاشيه اللي تحت. طلع الحاشيه. شوف طلع. ايه طلع الكتاب. هذه مكتوره. طلع الكتاب. صبر طلع الكتاب. طلع الكتاب. الحديث الثاني شنو؟ طلع الكتاب. طلع الكتاب شنو؟ طلع الكتاب. الحديث الثاني شنو؟ ادخل لي على الموقع طلع لي الصفحه. هذا ميراث العقول. ادخل لي على الموقع طلع لي الصفحه. هذا ميراث لان تدري في مرآة العقول. لانه قاعد يقول عن عمر منافق. يقول عن عمر منافق بالكتاب نفسه. رد على الكتاب الاصلي. رد. اذا انت رجل طلعها. يلا ادخل على الكتاب نفسه. اطلع دخلها. لا تنزل لي. يلا امشي ولي يلا امشي ولي. والله ما المنافق الا عقيدتك. شو اللي جاي تقول لي عمر بن ابي طالب منافق وجاينا عندي في البيت تبي نستمر معك؟ شو اللي الله. علمائك يصححون ان ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب وزوجها لعمر. رد على علمائك. رايح للمفيد. يعني الحين المفيد معصوم وهذول مو معصومين. هذاك معصوم وهذول مو معصومين. طبعا انا اعرف هذا في له كم فيديو. قذر رجل قذر سباب ولعان وكذا. انا صعدته بس على اساس ينكبس بهالروايات هذه. قالوا له خالفت اقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان. خالفت اقوال الشيوخ فانتم خالفتم من جاء بالقرآن. خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان. يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن. قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان.